السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا. واول حاجه بغيت نقول الله ينصر خوتنا في غزه يا ربي. الله ينصر خوتنا في فلسطين اللي مساكن كيتمحنوا وكيتعذبوا. الله ينصرهم يا ربي بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حبابي نعاونوهم بالدعاء، نصليو وندعيو معاهم. شوفوا حنايا غير 7 ثواني ديال زنزال واش وقع فينا. ها الرعب، ها ما تقبلناش، ها كل واحد وشنو باقى فيه الخلعه دابا. شو سبحان الله العظيم، هما مساكن اللي عايشين فيها طول حياتهم. يا ربي تنصرهم، يا ربي تكون معاهم بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ندعيو معاهم من قلوبنا ونصليو ونصيفطوا لحبابنا الدعاء في فلسطين. على بركه الله ندوزو الموضوع ديالنا اللي هو الحوايج اللي كينفعونا في المطبخ اليومي العربي ديالنا. بغيت نشارك معكم. عندي الفيديوهات صغار كنحطهم في الانستغرام، كنحطهم في فيسبوك، وبغيت نجمعهم ونشاركهم مع احبابي في يوتيوب. شحال هادي ما حطيت لكم شي فيديو، لان القناه ديالي ما طلعاتش ما تزعزعاتش من بلاصتها، بقات هي. هذا علاش صافي ما بقيتش كنهتم بها بزاف. ولكن في يد الله عز وجل كنتمناها واحد النهار تفيق وتزعزع من بلاصتها وتطلع وتوصل الرقم ان شاء الله باذن الله اللي كنتمناوه كاملين. يلا معايا دابا ان شاء الله باذن الله نشوفوا هذا الخبز المحمص او الخبز اليابس. ها نتوما انا كتبت فيه بالعربيه الخبز اليابس. هذا دوك الخبز ديال الدار الطبيعي ديال القمح اللي كيبقى لينا، عوض ما يضيع من الاحسن نديروا ليه بحال هكا. وصوت به اليوم السرديل، ها نتوما ان شاء الله غتشوفوه معايا في القناه. جا غزال والله العظيم الا جا غزال، وخصوصا انني طيبته بلا زيت، طيبته غير في الفران وبغيت نشاركو معكم. هاد الفيديوهات اللي كنحط صغيورين بغيت نجمعهم ونحطهم لحبابي في اليوتيوب حتى هما يشوفوهم. وما تنسوني شيء من البارطاج واللايكات. الله يرحم والديكم، اللايكات هما اللي كيخليو الفيديو يتشاف ويطلع، لان شحال هادي ما حطيتش فيديو في القناه وصافي كتهبط. يعني اليوتيوب لما كانش كيتحط كل نهار فيديو ولا كل يومين الفيديو، ما داك اليوتيوب ما كيبقاش يعرض القناه للمشاهده، والقناه ديالي نعسات بزاف وهبطات لتحت. والله يجازيكم بخير اللي شاف هذا الفيديو هذا وبغى يتعاون معايا ببارطاج او باللايك، الله يجازيه بخير، ومع الحباب والاصدقاء ديالكم. وكنشكركم بزاف. وقبلوا على القناه البسيطه المتواضعه البلديه ديالي، وان شاء الله كنتمنى نعطيكم ان شاء الله الجديد ونتحرك هاد الايام باش تعاونوا معايا وتبان القناه ديالي. يلا مع السلامه وخليتكم على خير، وما تنسوني شي في البارطاج مع احبابكم صحابكم، وشكرا بزاف لكم. حبابي اسمحوا لي على واحد القضيه كنت بغيت نهضر لكم عليها، على بالنسبه لهاد الزريرعات هادو راهم رخاص في بلادنا متواجدين بزاف. عندنا مثلا الكبار، عندنا الزريعه ديال القرعه وديال نوار الشمس، عندنا زريعه الكتان، عندنا ايلان، هذا كله ديال البلاد ديالنا. خلاص الزيتون، السمن، الحامض، هادشي كله عندنا موجود الحمد لله في بلادنا. وعلاش ما غاديش يكون يوميا في المطبخ ديالنا؟ بغينا مثلا نعجنو كنلوحو واحد حبيبات من هنا نقرصو بهادو، الا نطحنو حتى هو ونديرو في حسوه او في الخبز، هادشي كله كينفعنا في الجسم ديالنا. بالنسبه للايلان راه حنا عارفين الفوائد ديالو، اللي كيعطينا العظم، راه كيدير المخ في العظم. الله يحفظ اللي مهرس ولا اللي مفدوع ولا شي حاجه، راه تيعطيو الحسوه ديال الايلان. وعلاش انا كنقول لكم هكا؟ انا كيسميوني في داري غير المعشبه، لان في ما درت ما كيهمنيش انا الديكوراسيون ديال القراعي ولا يكونوا بحال ولا نشريهم غاليين ولا اي قرعه خوات ديال شي حاجه الا وكنغسلها وكنعاود نعمرها. الا وريت لكم واحد البلاكارت القرايه، اللهم صل على سيدنا محمد، ان شاء الله ندير طاجيرات مزيانين ونشاركهم معكم. هذا علاش نديرو في الخبز، نديرو في الحسوه، نديروها انا بعدا محبه للزرارع بزاف بزاف بزاف. غنشارك معكم ان شاء الله وصفات بالزرارع، وكنتمنىكم ديروهم. راه دابا البرد والوليدات الصغار خصهم ياكلوا مساكنه، راه دوك الوليدات الصغار والله العظيم انا كنشوفهم كنتاسف، كياخذوا دانون، كياخذوا بيموات، كياخذوا شي حوايج اللي ماشي صحيين. الدري بصح كيشبع والنفس الشهيه ديالته كتسد، ولكن راه ما كاينينش الفوائد. راه انا بغيتي الفوائد ديري ليه الخبز بزريعه الكتان، الخبز بالجنجلان، الخبز بحبه حلاوه، ديري اي حاجه، طحني وديري هذا
إلان، كاوكاو، اي حاجه عندك سير غير داكشي رخيص، اي حاجه طحنيها وديريها للوليدات، ديروا لهم الزميطه بالاعشاب، راه بزاف الحوايج الوليدات الصغار مساكن ضايعين فيهم. غير كيفيق في الصباح معطل كيمشي يجري داك دانون داك بيمو داك شيبس داك هذا الدري كياخذ ديك الحلاوه، الشهيه ديالته كتسد وما كيبقى شي مازال كياكل التغذيه الصحيحه. احبابي وسمحوا لي بزاف، يلا ندوزو ان شاء الله باذن الله باش نشارك معكم هذا الفيديو ديال الخبز المحمص. و كنقول لكم خليتكم على خير ومع السلامه، والله يهنيكم، ما تنسوني شيء في البارطاج وفي اللايكات. على بركه الله احبابي، كل يوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حيله من الحيل ديال المطبخ ديالنا باش يكون ان شاء الله ناجح، وغادي نخدموا فيه الحوايج البلديين اللي كيصلحوا لينا في العيش ديالنا. على بركه الله. بزاف الناس كيبس ليهم الخبز وكيخليوه كيضيع، انا غادي نشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي هي سهله وفي نفس الوقت راها صحيه. علاش؟ الوقيته اللي كيبس لينا الخبز ديالنا دائما كنشدوه كنرميوه، لا غادي نديروه في الفران، غادي نحمروه مزيان. على بركه الله. الخبز ديالي بعد ما يبس في الفران مزيان، دابا غادي ان شاء الله نطحنو باش ندير به لا شابلوغ. هذا صوت الزيتون، رقت الزيتون هنايا، داكشي علاش كتبان لكم يدي بحال هكا، وانا كيعجبني نخدم بيديا، ما ندير شي اللي كاع بلاستيك، ولا انا كيعجبني نخدم بيديا طبيعيين باش تكون ديك اللمسه ديال اي حاجه خدمتها كنبغي نلمسها بيديا. دابا غادي نطحن هاد لاشابلوغ على بركه الله. دابا بعد ما طحنتو ها نتوما شفتوا على ريحه قلعه منه غزاله محمر. دابا بقى ليا غير نغربلو وغنديرو في واحد القريعه، وها هو عندي لاشابلوغ بلا ما نشريه من المحلات ويكون بواحد الثمن، ها هو عندي وطبيعي وعارفه اشنو ندير فيه. من بعد ما غربلتو ها نتوما شفتوا اللون ديالو شحال زوين وريحته طيبه والحمد لله كلشي طبيعي. دابا غادي نديرو في هاد القريعات هكا. بالنسبه للقرعه اللي كنخدم بها في الكوزينه كنخدم بها مثلا كل يوميا، كندير فيها واحد الورقه ديال سيدنا موسى ورق الغر وكنغرق عليها وكنخليها غير قدامي في البلاكار. بالنسبه للاخر اللي غيبقى عندي واحد المده طويله ضروري كنديرو في الكونجيلاتور. علاش؟ لاننا كنعرفوا هذا الشيء ديال المواد الطحين وهذا القطاني وهذا كيدير الدود، كيدير البخوش. من الاحسن لينا نديروه في الكونجيلاتور باش يبقى مزيان. وهذه كنحطها قبالتي كنخدم بها يوميا، راه ما تيكون شيء بزاف، كيكون غير واحد النسبه قليله. ودابا كملت الشغل ديالي في الكوزينه، ها هي حتى هي حطيتها مع القريعات ديالي اليوميه، الزيتون الكحل، الزيتون الخضر الكبار، الخبز المحمص. هادشي اللي غنقول، ما غنقولوش هي لا شابلوغ، الخبز المحمص اللي كنقليو به الحوت، كنديروه في الفريز، كنديروه في اي حاجه كيصلح لينا بالنسبه للاستعمال اليومي. وهذا الشيء اللي بغيت نشارك معكم حبابي، كنتمنىكم ان شاء الله تجربوه ونكونوا في المطبخ ديالنا اقتصاديين ونعرفوا اشنو اللي كيصلح لينا، وشنا هي الحاجه اللي غنرميو وشنا هي الحاجه اللي غنستافدوا منها. خليتكم على خير حبابي ومع السلامه. غنشارك معكم حيله من حيال المطبخ العربي، وسهله وبسيطه واقتصاديه وحتى حاجه ما كتضيع لينا. يلا ومعايا نشوفوا الطريقه ان شاء الله. على بركه الله. اليوم ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم طريقتي في المعدنوس والثومه والحامض. هذا المعدنوس غسلته البارح، نقيته وغسلته وخليته حتى نشف مزيان، درته في واحد الزيف بيدته فيه حتى الصباح. وهنايا عندي واحد القدر ديال الثومه، وعندي القلب ديال الحامض البلدي اسمحوا لي. وهادو العويدات ديال المعدنوس حتى هما غسلتهم قطعتهم ودرتهم هنايا، كنديرهم في واحد البواطه، هادو كنصب بهم طويجنات. دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه اللي كندير المعدنوس باش ما يفسدش شيء، والثومه والحامض في نفس الوقت كينفعونا لاصوص ديال الحوت، لاصوص ديال الدجاج، هكا طويجنات، وإلا بغينا نزيدو معاهم حتى الحار ماشي مشكل. على بركه الله. دابا غادي ندير المعدنوس هو الاول، راه ناشف، وغندير واحد القدر ديال الثومه والحامض. هاد لاصوص راه كتجي رائعه تبارك الله، خصوصا انها كتكون عندنا واجده بلا ما نتعذبوا كل نهار نقطعوا الحامض والثومه
انا بعد هادو كينفعوني في النصيب بزاف. وشويه ديال الملحه، غير شويه، لان ما نساوش الحامض راه حتى هو مالح. بعد ما طحنت الطحنه الاولى غادي نزيد هذا لانه قليل، وكيف ما كتعرفوا هذا الهشوار راه كبير بزاف. دابا بعد ما طحنتو غادي نديرو يا اما في علب صغار ونديرو في الفريغو، يا اما نديرو في قرعه الزاج وندير عليه الزيت. هادو درتهم في هاد العلب هادو وتنديرهم في الكونجيلاتور وكنخرجهم كيعطيوني هاد المكعبات. وهذا غنخليه غير في الثلاجه لتحت، غندير عليه زويته باش ما تيخسرش وكيبقى هكا كنستعملو يوميا. وبالنسبه لهادو كيف ما قلت لكم هادو راه تنديرهم في القاع ديال الطاجين، هاد العويدات او الحوت. المهم تينفعنا هاد الشيء وتيكون اقتصادي وما تيضيعش لينا هذاك حنا تنقولوا الربيع بصفه عامه قزبر ومعدنوس، ما تيضيع شيء، تيبقى عندنا واحد المده طويله واقتصادي في نفس الوقت. الحيله الاخرى اللي غادي نشارك معكم هذا الخبز اليابس المحمص اللي شاركته معكم داك المره، كتبت عليه بالعربيه الخبز اليابس وبالفعل راه خبز يابس. هنايا كنديروا فيه الطبسيل هذا، وهكا غادي نديرو في السريدلات. هذا السرديل هذا نقيته وصوبته ودرت ليه لاصوص ديال الثومه والربيع والمسائل كلها وحيدت ليه القشره ديالو. دابا غادي نديرو في الفران يتشوى، غادي يجي رائع بحال هكا. غادي يجي ناشف بلا زيت بلا والو، وفي نفس الوقت راه طبيعي. وهذا الخبز راه حنا عارفين الخبز راه دائما فيه الملحه، فيه بلا ما نعاود نزيد ندير الملحه، لان درت لاصوص ديال الحامض في السرديل هي كتعطينا هاد الملوحه هذه. دابا هادو غادي شاركتهم معكم غير 4 سريدلات، ماشي شي حاجه، غير انا ما تناكلش داك السرديل المشوي هكاك، خاصو يكون مغسول. وبغيت نشارك معكم هاد الطريقه هذه لان فاش شاركنا الخبز اليابس خاصنا نديروه في عده استعمالات. انا غير البدايه دابا درتو في هاد السرديل هذا وبغيت نشاركها معكم، ولو قليل ماشي مشكل. المهم الفكره كتكون عامه ونستافدوا جميعا. دابا غادي نحمصهم ان شاء الله، درتهم هما خضيره في الفران، غادي نحمصهم وغادي نشاركهم معكم. هانتوما حبابي، وهنايا غادي يكون الحوت ديالي وجد. ها نتوما شفتوا كيفاش محمر وجا غزال تبارك الله، ما كيبان شيء، راه هو سرديل. زوقته هنا بشويه الخضره ديال المطيشه والزيتون والخيار والكبار. ما تنساو شيء، راه الكبار كيتواتى مع الحوت بزاف وفيه الفيتامين. وهنايا خضيره هكا بسيطه شويتها في الفران، وكذلك الغديوه ديالي ها هي كامله مكموله مع كويس العصير. وبصحه والراحه حبابي. انا غير شاركت معكم الفكره ديال الخبز اليابس المحمص باش ما يضيع شيء. ها هو نفعنا بلا ما نستعملوا الطحين الابيض ولا السميده، من الاحسن شي حاجه اللي كتكون موجوده عندنا في الدار وفي نفس الوقت رحنا كنقضيو بها في المطبخ ديالنا. خليتكم على خير حبابي، وما تنساوني شي في البارطاج. مع السلامه. السرديل جا زوين بزاف بهاد الطريقه هادي. هانتوما جا بنين ولذيذ وفي نفس الوقت اغليظ، ومع هاد الشرموله اللي درت ليه حاره ديال الثومه والحامض والمعدنوس جا غزال تبارك الله. تمنيتكم تجربوه بهاد الطريقه هادي وفي الفران بلا زيت، جا رائع.